السلام عليكم ورحمة الله، عاملين إيه؟ كل سنة وأنتم طيبين. خلاص موسم الدراسة هيخلص وهنفوق بقى، معلش بقى لي فترة ما بانزّلش حاجة، بس أنتم عارفين إن دي فترة امتحانات. جاية لكم بقى النهارده بوصفة رهيبة، اللحمة بالبصل المكرمل، حاجة كده تحفة. نزلت هنا بمكعبين زبدة وحبة زيت ذرة، طبعًا هي بتحب الزبدة كتير يعني. قطّعت بقى معايا بصلتين كده حلوين جوليان علشان طعمها يبان كده، لإن لمّا بتقطّعي البصل صغير ما بيدّيكيش نفس الطعم لمّا البصل بيتقطّع كبير. هابدأ بقى إن أنا أشوّحه خالص لغاية لمّا لونه يبقى تقريبًا دهبي، يعني مش اللي هو بس يصفر ينزّل مَيّته لأ، ديّة معلقة سُكّر صغيّرة، هارُش عليه معلقة سُكّر صغيّرة عشان يدّيني لون الكرملة واللون الدهبي اللي إحنا بنشوفه في المطاعم، تمام. هابدأ بقى أقلِّب كده باستمرار علشان السُكّر ما يخلّيش البصل يتحرق. هنا اللحمة بتاعتي أنا حطيتها مسلوقة، ما حطيتهاش على طول، لإن كانت كبيرة شوية، فلو كنت حطيتها ما كانتش هتستوي والبصل كان ممكن يتحرق منّي. وكمان المسلوقة بتدّي طعم حلو مع الأكل، لمّا بتتحط نيّة والمَيّة بتنزل مع البصل بيغيّر طعم الكرملة بتاعة البصل. فلو رُحتِ أي مطعم هتلاقيه هو بيشتغل بالمسلوق على طول، لإن التانية هتاخد معاه وقت ومش هتدّيه نفس النتيجة إلا لو حتّة لحمة بتلو صغيّرة، تمام. بُصّوا أنا عايزة أورّيكم البصل وصل للون إيه، تمام. أنا حطيت اللحمة بدري قبل ما البصل ياخد الدرجة، علشان اللحمة كمان تاخد نفس اللون اللي هو البراون الدهبي دوّة المكرمل، تمام. بُصّوا هافضل بقى أقلّب ويكون معايا الناحية التانية مَيّة بتغلي عشان أنزّلها عليها تكمّل اللحمة بقية سواها، لإن اللحمة مسلوقة بس مش مستوية بنسبة 100%، هي تقريبًا مستوية بنسبة يعني 80% كده. بُص كل مدى بقى هيبدأ ياخد إيه، اللون الدهبي، فخلّي بقى إيدِك فيه على طول علشان ما يتحرقش، إحنا عايزينه يوصل لغاية درجة معيّنة أو لغاية نقطة معيّنة. بُصّي بجد ديّة من أحلى وجبات اللحمة اللي ممكن تاكليها، حلوة جدًا، جدًا، بتخلّي طراوة في اللحمة فظيعة. طعم البصل بيبقى حلو أوي. ما حدش يقول لي ده هيبقى عامل زي التقلية، لأ انسي الكلام ده خالص، أنتِ مجرد ما بتحطي المَيّة البصل بيبقى بيستطرى، بيدوب كده مع اللحمة، بيبقى طعمه حلو جدًا، جدًا حقيقي. أنا جرّبته في مطعم كبير وعجبني جدًا وخدت الوصفة. بس أكيد يعني هُم ما بيقولوش على سر التوابل يعني، فأنا التوابل بصراحة أنا يعني مش عارفة هُم كانوا حاطين إيه بالضبط، بس هي كانت حاجة شبه جوزة الطيب كده، بس أهم حاجة إن الوصفة طلعت حلوة اللحمة طلعت طعمها حلو والبصل كان طعمه حلو جدًا، جدًا، تمام. هنا خلاص تقريبًا بدأت تاخد اللون اللي هي عايزاه، خلاص يعني مش هاكتّر عليها أكتر من كده علشان لونها ما يغمقش معايا زيادة عن اللزوم، عشان لسه هانزّل كمان التوابل بتاعتها والفلفل الأسمر، فعلشان ما تغمقش معايا زيادة عن اللزوم. هنا نزّلت المَيّة، المَيّة لازم تكون سخنة علشان اللحمة ما تنشفش منِّك أو طعمها يكون عامل زي الكاوتش كده بتشد معاكِ، فتنزّلي أي حاجة على اللحوم تكون سخنة. هنا مجرد ما تغلي هاوطّي عليها النار وهاسيبها تهدى خالص كده مع نفسها وتستوي مع نفسها. بُصّوا أصلًا مجرد ما المَيّة اتحطّت بُصّوا اللون بقى عامل إزاي، بقى لون خطير كده. فهاسيبها بقى إيه تتشرّب، بس هاضيف لها شوية الفلفل الأسمر وحبّة ال7 بهارات، تمام. مش هاكتّر في التوابل علشان طعمها ما يبقاش over معايا، أنا عايزة بس آخُد طعم البصلة وطعم اللحمة أحسن ما أبقى بادوق توابل بس، أنا عايزة أستمتع بطعم البصل المكرمل وبطعم اللحمة، فما تكتريش في التوابل زيادة عن اللزوم. وديّة مكعب مرقة دجاج لحمة بيدّي الطعم حتّة تانية خالص، حقيقي هتحبوه جدًا. هابدأ بقى إن أنا أقلّب كده معاه وأسيبها بقى إيه، هاغطّيها وأسيبها مع نفسها تستوي خالص. قولوا لي بقى عاملين إيه في موسم الامتحانات؟ أنا بصراحة تعبت خلاص، أنا تعبت أكتر من الولاد يعني حقيقي مش عارفة أذاكر إيه وما أذاكرش إيه. بُصّوا ده شكلها بعد ما قعدت حوالي ربع ساعة على النار بدأت تتشرب، بُصّوا اللون بقى عامل إزاي، تحفة. ولسه كل ما هيبدأ يتشرب أكتر كل ما اللون بتاعها هيبان والطعم هيبان أكتر. ما أحطش ملح في الفترة دي خالص غير لمّا تستوي.
بُصّوا هنا خلاص دخلت بقى في السِوَى، وخلاص يعني فاضل لها تقريبًا حوالي 10 دقايق وهاطفي عليها، بُصّوا شكلها عامل إزاي واللون بقى عامل إزاي تحفة، قلب ريحة البيت حقيقي. هابدأ بقى إن أنا خلاص كده دخلت في السِوَى معايا، اتشرّبت، الصوص بتاعها بدأ يتقل، أضيف بقى الملح بتاعي، وخلاص بقى هابدأ إن أنا أقدّم مع شوية رُز أبيض كده أو رُز بشعرية اللي أنتم تحبوه، بس هي يعني بتتاكل مع الرُز الأبيض أو المكرونة البيضا. ده كان شكلها النهائي واو! بُصّوا حاجة كده دايبة دوب، اللحمة دايبة والصوص دايب وطعمه كده يعني اللي هو sweet and sour اللي هو تحسّي إن هو فيه حتّة مسكّرة كده وفي نفس الوقت هو مش مسكّر، هو حادق. فحاجة كده بجد كان طعمها حلو جدًا، جدًا لمّا تعملوها في العزومات أو تعملوها كده يعني لمّا تبقي عايزة تعملي غدوة حلوة ما فيش قدّامِك غير الغدوة دي بجد حلوة أوي، أوي، جرّبيها وادعي لي. بُصّي، بُصّي اللحمة، بُصّي شكلها عامل إزاي، بجد كانت حاجة فوق الروعة، حاجة بس كده دايبة والصوص ده يتغمّس ماشي، يتحط على الرز ما يقولش لأ، مع شوية بقى سلطة خضرا جنبه كده أو بتنجان مخلِّل أو أي حاجة، طعم روعة، ونوّرتوني في قناتي مطبخ سمرة.